وخدت ربع جنيه وبعضا 30 عاد قلت المقود ما جاب له 200 والعشرف مبوس ما مرق هين العشرف مبوس ما مرق هين وصل لا تمر مرق ولا نسيم والله لا تمر مرق ولا نسيم انا عاد طلبتك بالله رسل لي جنيه طلبتك بالله رسل لي جنيه ودعلك بالله رسل لي جنيه طلبتك بالله رسل لي جنيه ودعلك بالله رسل لي جنيه طلبتك بالله رسل لي جنيه ودعلنا الزكاة جنيه طلبتك بالله رسل لي من حق الله رسل لي جنيه طلبتك بالله رسل لي جنيه عاد لا تقول مش عارف الجواب ده جاني من وين والكلام ضمن نعيم مو داير تلقين الكتب وراك حسن اصطفي الطاحونة تاجر في الدكاكين يابا في 3 سنة انت ما بيدوك دورين اصل شكرك عندي راقد بجراني من اللي الجواب يا اخينا اتمدى بالصبحتين فاتمدى بالصبحتين الجواب. يديك العافيه الفنان ايوب محمد الحاج. انا في بتشير في الجواب ده وهو مقطع بيقول بعد جوابك انا بطول لي شبرين. قولوا لي يعني. بسط لي بساطة زايدة. بسط لي بساطة فايت على القوانين. اطول لي شبرين يعني انا اطول لما جوابك يجيني بالفرحة اطول كأنه طلت شبرين كأنه طلت شبرين بالفرحة يعني تعبر عنه فرحة يعني. وشنو؟ حجز البيت؟ هي قوانين فوق زايدة عليها بسط لي بساطة فايت علي قوانين او زايدة علي قوانين يعني زي ما قلت في طب من الفرحه هي طالت. انا بس بوصف السلام لك وللمعاك في الاوضه قاعدين عشانك انت رجل المسافرين والسلام يا غير الطرابيش والقلاشين والسلام من عين شمس لحد فلسطين. انا موضوع الصفقات صباحي بخاف من العين من عين الخلوق ودعاك جبرين انت بالعافيه تخصك في المصارين وتبقى لك هدم سروال ونعلين. انت جاي ببغر ما جوه مجدين انت تنجح اللحم واهلك مضحين. انا ما قادر اتذكر الا القدره على انه يكون يعني هذا البيت او هذا الجواب او هذه القصيده بهذه القوه لشخص انت ما عارف جواب الخير يجيني اطول لي شبرين. نعم. انت ما عارف جواب الخير يجيني بطول لي شبرين. نعم. اتبسط لي بساطه فايت علي لما خبر يعني يجي له منه خبر. نعم. هو في مصر قبل لو تذكر في البدايه لو قلت يعني بتاعت خير يمكن كانت ملمه. نعم.
بما حوله، بالرغم انه ما تلقت يعني هذا الالمام ما تحصلت عليهم من فصول دراسه او من اختلاط، يعني زولا كانت يمكن ابعد منطقه سافرت لها من مقاش الخرطوم، مقاش الخرطوم وبالعكس. لكن لاحظ يعني لما تحدثت عن مصر اللي كان فيها ولد مثلا والفيوم وقينا والاسكندريه، وبعد ذاك في الفاظ يعني لفظ الجرنان. نعم. مؤكد هي ما شافته ما مسكته في يده ما قرأته ما فدي براعه، انا افتكر انها براعه فائقه يعني لانسانه يعني قادت موهبة المتقدة في جواها انها تتعرف على هذه الاشياء من خلال الحكي. مؤكد ان اولادي دي لما نجوا والله كنا في مصر وفي منطقه اسمها اسكندريه وفي جينا، لكن ما مشت. ملمة بكل الجغرافيا. ملمة بكل الجغرافيا. يعني واحده من السلام من عشان لاحت فلسطين. لاحت فلسطين. ده يعني انها تعرف المسافه ما بين مصر وفلسطين. ايوه. بعدين الجواب الظروف اللي كتبت فيه اخ محمد يعني يمكن كان زي العيشه ضاقت شويه كده. نحن قدام حنسمع لسنه من السنوات. عشان كده انعكست في المفردة بتاعتها المسألة بتاعت شظف العيش وقلته. هي قامت طلبت من ابنها شيء طبيعي جدا انه يرسل لها جنيهين على اساس انها هي زولة مجاملة ومندمجة في المجتمع، والمسألة بتاعت الملمات والعوازير. حتى الحصاد كان ما العيش بوبوس وما مراكير والسلام مثلا مساجين ولا نزارع وهكذا. بعد ما صلح الحال هي برضه يلا في جواب من اللي هيقولوا ايوب بعدين. انت هتلاحظ في تغيير في المفردة وفي الاسلوب بعد رغد العيش والبحبوحه اللي هي مثلا عاشت فيها وسائر اهل تلك المنطقه في سنه من السنوات. طيب هي رد على هذا الجواب، رد على اسماعيل حسن. اي نعم. هي لما قالت هذه القصيده ورسلتها لولده باعتبره شيء طبيعي، الشاعر اسماعيل حسن سمع القصيده فقام رده بقصيدة أخرى برضو يعني وجدت حظها من الانتشار وتداولوها الناس، ودي بعد شوية قادت لمساجلات بين إسماعيل وبين الشعر بتتخير. نعم. والشعر بتتخير لغاية يعني ولدت أو أفرزت للساحة مجموعة كبيرة جدا من القصائد الرائعات يعني اللي يعني إسماعيل حسن أيضا هو من أبناء الشمال. إسماعيل حسن من منطقة جلاس هو، وهي من منطقة مقاشي. نعم. هو زي ما بسموه خط الشرق. نعم. اللي هو ريف كريمه بيقعوا على الضفه الشرقيه للنيل. فاسماعيل سمع القصيده، سمع طبعا مقيم هنا، فسمع القصيده وقام رد لها بقصيده. ممكن اخونا ايوب يعني يتحدث ويقدم نموذج منها، ثم بعد ذاك نلج الى الرد بتدخير على الشاعر اسماعيل حسن. ودي فرصه طيبه نحيي اسره الشاعر اسماعيل حسن من هذا المقام يعني. نعم.